مجلس خبراء القيادة في إيران اجتمع لاختيار المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقرروا اختيار آية الله مجتبى خامنئي خليفة لوالده اللي تم اغتياله في بداية شهر مارس في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. سرعة اختيار المرشد الأعلى هو ضربة قاصمة للعاصمة الأمريكية واشنطن وعاصمة الكيان القذر تل أبيب. اختيار المرشد تم بسرعة جدا، وده رسالة لأمريكا وإسرائيل إن النظام الإيراني لم يسقط رغم الضربات القوية جدا اللي بيوجهها التحالف الأمريكي الإسرائيلي على إيران. مين هو مجتبى خامنئي المرشد الثالث في تاريخ الجمهورية الإيرانية الإسلامية؟ مجتبى خامنئي هو النجل الثاني لعلي خامنئي، ومجتبى اتولد سنة 1969، يعني عنده تقريبا 57 سنة. تلقى مجتبى خامنئي تعليمه الديني في طهران، ثم انتقل إلى الحوزة العلمية في قم سنة 1999، ودرس وتعلم على يد كبار الفقهاء في إيران نظام ولاية الفقيه. وفي سنة 2022 حصل على لقب آية الله، وده الشرط الأساسي لأي شخص بيتولى المرشد الأعلى في إيران إن يكون حصل على اللقب ده. مجتبى خامنئي كان الرجل صاحب النفوذ القوي داخل مكتب الإرشاد، وكان ماسك ملفات حاسمة دون أن يعين في أي منصب حساس جوه الجمهورية الإيرانية، وكان ليه علاقة قوية جدا مع قوات الحرس الثوري وقوات الباسك. مجتبى خامنئي معروف إنه راديكالي متشدد جدا، والفترة القادمة هنشوف تغيرات جذرية داخليا في إيران أو في السياسة الخارجية وحالة العداء القائمة بين إيران وإسرائيل وأمريكا من كافة أخرى. وفي 2019 كان في تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي فرضت عليه عقوبات قوية جدا بسبب ضلوعه في ملفات حاسمة في الشرق الأوسط. للأسف الشديد أنظمة فاشية في الشرق الأوسط حولته إلى كرة لهب بتكبر كل يوم عن الآخر. إسرائيل دولة قذرة إرهابية استعمارية تدعمها أمريكا بكل قوة في مقابلة نظام فاشي ديني يهدد الشرق الأوسط ودول الخليج. إذن إحنا قدام 3 أنظمة فاشية للأسف أشعلوا الشرق الأوسط وحولوه لصفيح ساخن، وللأسف الأبرياء بيدفعوا الثمن من أرواحهم وممتلكاتهم. دولة إرهابية يقودها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، اللي أعلن أن إسرائيل بتغير الأنظمة اللي بيراها من وجهة نظره إرهابية، وأنه تطرق في حديث ليه عن الأنظمة الشيعية والأنظمة السنية. في المقابل إيران وحلم التوسع الإقليمي وتهديد دول الخليج أن هي عايزة ترجع الإمبراطورية الفارسية، فتحولت المنطقة إلى صفيح ساخن وحرب دينية، والأبرياء للأسف بيدفعوا الثمن من أرواحهم وممتلكاتهم. إسرائيل دولة استعمارية توسعية، قربها من الحدود المصرية يهدد مصر، وهي دولة تاريخها كله دموي. إذا سقط النظام الإيراني فالدور هيكون قادم على تركيا ومصر. احنا قدام دولة إرهابية شديدة الخطورة، وقدام أنظمة فاشية أخرى في الشرق الأوسط ممثلة في إيران. أتمنى أن الشعب المصري يكون على قدر كبير جدا من الوعي، ويقف خلف القيادة السياسية وخلف الجيش المصري والمؤسسات المصرية، لأن احنا في منعطف خطير جدا، وللأسف الشديد إن لم ننتبه له هيكون في خطر على بلدنا. ربنا يحفظ مصر وشعوب المنطقة من كل شر، وتحيا مصر العظمى وشعبها العظيم.